أهلا بيكم. تخيلوا معايا كده اللحظة إننا بنشتري حاجة بسلة بلح أو بننقل فلوس من بلد لبلد بورقة مكتوبة وشوية ثقة. الحقيقة إن الفلوس مش حاجة اتوجدت فجأة، لأ، دي فكرة فضلت تكبر وتتطور مع البشر نفسهم. في الحلقة دي هنرجع بالزمن ونشوف القصة الكاملة من أول المقايضة لحد التحويلات الرقمية، وهنكتشف الدور المهم جدا اللي لعبه العالم العربي في الحكاية دي. طيب إيه ممكن يكون الرابط بين كيس ملح وتحويل فلوس بنعمله على الموبايل في ثانية؟ الإجابة إن الاتنين كل واحد في وقته كان أحدث تكنولوجيا لحل نفس المشكلة القديمة، إزاي نتبادل القيمة بيننا بسهولة وأمان. رحلة الفلوس دي مرت بمراحل كتيرة قوي. بدأت بالمقايضة المباشرة حاجة بحاجة، بعدها ظهرت العملات المعدنية اللي عملت قيمة موحدة، وبعدين الفلوس الورقية، ولحد ما وصلنا النهاردة للعصر الرقمي. دي مش قصة اختراع واحد، دي قصة تطور طويل كان دافع دايما احتياجات الناس اللي بتتغير. يلا بينا نبتدي من الأول خالص. نرجع لعالم ما كانش فيه لا عملات ولا بنوك. نظام ممكن يبان بسيط، لكن الحقيقة إنه كان مليان مشاكل معقدة جدا. قبل ما يبقى فيه فلوس كان التعامل بالمقايضة، يعني ببساطة تبادل مباشر للسلع والخدمات. مزارع يبدل القمح بتاعه بأدوات، أو صياد يبدل السمك اللي اصطاده بفاكهة. نظام بسيط ومباشر، صح؟ المشكلة بقى إن النظام ده كان فيه عيب قاتل، وهو اللي بنسميه ازدواجية توافق الرغبات. اسم كبير شوية بس فكرته بسيطة جدا. يعني لازم كل طرف يكون معاه بالظبط الحاجة اللي الطرف التاني عايزها في نفس الوقت. فمثلا المزارع اللي معاه قمح وعايز صوف، مش كفاية انه يلاقي راعي غنم عنده صوف، لا، ده لازم يكون راعي الغنم ده محتاج قمح دلوقتي. وده طبعا كان بيخلي التجارة بطيئة وصعبة، وبتزداد صعوبة كل ما المجتمعات بتكبر. عشان التجارة تقدر تنمو كان لازم البشر يلاقوا حل للمشكلة دي، والحل اللي وصلوا له كان عبقري في بساطته. في البداية الناس ابتدت تستخدم سلع معينة الكل متفق على قيمتها كوسيط للتبادل، زي الصدف في بعض الأماكن أو الملح أو حتى سبائك المعادن. الحاجات دي سهلت الدنيا شوية لأنها خلقت معيار للقيمة. بس النقلة الحقيقية حصلت في مملكة ليديا في القرن السابع قبل الميلاد. وقتها الدولة نفسها بدأت تسوق عملات معدنية وعليها ختمها الرسمي. دي كانت ثورة. ليه؟ لأنها خلقت قيمة موحدة ومضمونة من الدولة، وده غير شكل التجارة تماماً في منطقة حوض البحر المتوسط كلها. دلوقتي خلينا نسيب ليبيا ونروح لمنطقة تانية كانت مركز العالم وقتها. هنتكلم عن شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ودورها المحوري كملتقى طرق التجارة العالمية. كانت طرق البخور الشهيرة عبارة عن شبكة تجارية ضخمة بتربط بين أفريقيا والهند وبلاد ما بين النهرين. القوافل دي ما كانتش بتنقل بضايع وبس، لا، دي كانت بتنقل أفكار وثقافات، وخلقت أسواق مزدهرة كانت هي قلب المنطقة النابض. وبعد ظهور الإسلام حصل تطور مهم جدا. في أواخر القرن السابع الميلادي الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عمل خطوة تاريخية وقرر يوحد العملة، سك الدينار الذهبي والدرهم الفضي. الخطوة دي مش بس سهلت التجارة، دي خلقت لغة اقتصادية مشتركة في إمبراطورية مترامية الأطراف، وسمحت بازدهار عظيم في العلوم والفنون والتجارة من الأندلس لحد آسيا الوسطى. بس مع التوسع ده ظهرت مشكلة جديدة، إن الواحد يسافر بأكياس مليانة عملات معدنية تقيلة لمسافات طويلة كان شيء خطر ومتعب جدا. وهنا بقى ظهر ابتكار مالي غير شكل التجارة تماما، وهو الصك. الصك ده ببساطة شديدة كان أمر دفع مكتوب، يعني هو الأصل التاريخي للشيك اللي بنستخدمه النهاردة. الفكرة دي كانت ثورية فعلا. ليه؟ لأنها لأول مرة حولت القيمة من مجرد قطعة معدن في إيدك لوعد مكتوب على ورقة. ودي نقدر نقول كانت الشرارة الأولى لفكرة الائتمان اللي كل النظام المالي في العالم قايم عليها لحد دلوقتي. طيب الصك كان بيشتغل ازاي؟ الموضوع كان فعال وبسيط. تاجر في بغداد مثلا يكتب صك بقيمة معينة، المسافر ياخد الورقة الخفيفة دي معاه وهو مسافر الصحراء لحد ما يوصل القاهرة، وهناك يروح لوكيل بتاع التاجر الأولاني يديله الصك وياخد منه فلوسه كاش. فكرة عبقرية خلت الناس تبطل تشيل ذهب وفضة في الطرق الخطرة. بالتوازي مع الصك ظهر نظام تاني اسمه الحوالة. الحوالة دي كانت شبكة عالمية غير رسمية قايمة كلها على الثقة والشرف بين مجموعة وكلاء. لو حد عايز يبعت فلوس من بلد لبلد كان بيروح لوكيل في مدينته ويديله المبلغ، والوكيل ده بيتواصل مع وكيل تاني في المدينة التانية عشان يسلم نفس المبلغ للمستلم. مفيش أي فلوس حقيقية بتعبر الحدود، كلها قيود في الدفاتر وديون بتتساوى بينهم بعدين. نظام مبني على السمعة والثقة وبس. وهنا النقطة الجوهرية.
كل الابتكارات دي، الصك والحوالة، كانت قايمة على أساس متين من الثقة والعقود الملزمة. من غير ثقافة الثقة دي، التجارة الواسعة كانت هتبقى مستحيلة. عشان كده لازم نفهم إن الفلوس في جوهرها مش مجرد معدن أو ورق، دي منظومة كاملة من الثقة والقواعد والاتفاقات المشتركة. طيب، إزاي كل الأفكار التاريخية دي لسه عايشة معانا لحد النهاردة في الأنظمة المالية اللي بنستخدمها كل يوم؟ بصوا معايا على المقارنة دي. نظام الحوالة زمان كان قايم على إيه؟ على تحويل القيمة من غير ما الفلوس نفسها تتحرك، وده عن طريق شبكة من الناس اللي بتثق في بعضها. ده بالظبط هو نفس المبدأ اللي تطبيقات تحويل الفلوس النهاردة شغالة بيه. الملايين بيستخدموها كل يوم عشان يبعتوا فلوس لأهلهم. الفكرة واحدة، اللي اختلف هو الأداء، التكنولوجيا بس. بس حتى مع وجود الشكات والتحويلات، الفلوس المادية نفسها لسه فيها عيوبها. كلنا عارفين إنها ممكن تضيع أو تتسرق، وممكن تتزور، وحتى عملية طباعتها وتأمينها مكلفة جدا على الدول. المشاكل دي هي اللي كانت الدافع للقفزة الكبيرة اللي بعد كده في قصة تطور الفلوس. يعني التحويلات الإلكترونية اللي بنعملها النهاردة من على موبايلاتنا هي مجرد أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الحلول لمشكلة قديمة، إزاي ننقل القيمة بأمان وكفاءة. من شبكات الثقة القديمة اللي كانت قايمة على السمعة للمحافظ الرقمية الحديثة، القصة لسه بتكمل. في النهاية، الفلوس كانت دايماً ولسه تكنولوجيا، أداة بنطورها عشان تحل مشاكلنا وتسهل حياتنا. والسؤال المهم اللي لازم نسأله دلوقتي، تفتكروا الإصدار الجاي من تكنولوجيا الفلوس دي هيحل مشكلة إيه؟